معلومة مرعبة في علم النفس بارت 3. المعلومة بتقول لو انت حصلك موقف محرج وفاكر ان كل الناس مركزة معاك وعمالة تفكر نفسها بغلطتك وبالموقف المحرج بتاعك، احب اقولك انك عايش في وهم كبير، لان المعلومة المرعبة بتقول ان مفيش حد مركز مع غلطاتك او مركز مع شكلك زي ما انت فاكر. في دراسة اتعملت في جامعة كورنيل عن القلق الاجتماعي أثبتت إننا بنبالغ بنسبة 50% لما بنفتكر إن تركيز الناس كله علينا، والواقع إن نص اهتمامهم اللي انت مرعوب منه مش موجود أصلا. الظاهرة دي اسمها تأثير بقعة الضوء. انت عايش وفاكر إن في كشاف متسلط عليك انت ومستني عليك غلطة. الحقيقة إن كل واحد ماشي في الدنيا هو مركز مع الكشاف اللي متسلط عليه هو، ومرعوب من نفس الحاجة ومركز مع نفسه هو. يعني ممكن تبقى انت في موقف بتكلم شخص واتحركت من كلمة معينة او من موقف معين وفاكر ان هو مركز فيه قوي، بس والشخص ده مروح هو بيبقى مركز برضه في كلام هو قاله وبيبقى محرج من تصرفاته هو. والأرعب من كده، علم النفس بيأكد إن الناس حتى لو لقطوا غلطة ليك أو موقف محرج، عقلهم بيمسحوا تماما في أقل من دقيقتين، لأن الذاكرة البشرية أنانية بتقدم دايما الحاجات اللي تخص الشخص نفسه، يعني بتخليه يفكر في نفسه أكتر ما بيفكر في الحاجات اللي حصلت مع الناس.